السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله من مطبخي وعلى طريقتي هعمل لك الاوراق المشوية في الفرن. هنعملها بطريقة جميلة وجديدة وبتتبيلة مميزة. ازاي تطلع معاكي كده بتلمع وطرية ومستوية وجميلة بتتبيلة مميزة جدا. وهنعمل كمان مع بعض الرز البسمتي بتوابل مميزة، يطلع معاكي طعمه زي طعم المطاعم بالظبط، وازاي الرز يبقى مفلفل معاكي. ولو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي، وعايزة منك كومنت ولايك. ويلا بقى على بركة بسم الله ونشوف هنحتاج ايه مقاديرنا لوصفة النهاردة. أنا هنا معايا أوراق من الفراخ، دول حوالي 5 أوراق. وهنحتاج معلقة صغيرة من المستردة، ودي مجموعة توابل هقولك عليها واحنا بنحطها، ومكعب زبدة سايلة، ومعلقة من العسل الأبيض والملح والفلفل، وده صويا صوص وكاتشب. يلا بقى على بركة بسم الله ونشوف أول حاجة هنعملها ايه. دي الأوراق أنا خلياها، دي أوراق مخلية، أنا شايلة الجلد بتاعها وشايلة أي عروق منها وأي دهون وأي جلد زي ما انت شايفة كده اهي. منضفاها كويس جدا ونقعاها وغسلاها ومفيهاش مية علشان التتبيلة تمسك فيها اهي. هنجيب بقى بولة كده صغيرة ونبدأ نعمل التتبيلة بتاعتنا. أول حاجة هنزل بيها معلقة الزبدة السايلة اهي. انت ممكن تستبدلي الزبدة بزيت اللي يريحك، بس خلينا متفقين ان الزبدة بتدي طعم وبتدي تيست حلوة قوي قوي للفراخ. هنزل بقى بمعلقة عسل ابيض اهي. والعسل الابيض ده برضو اختياري، بس انا عايزه اقول لك برضو ان هو بيعلي التيست قوي قوي في الفراخ وبيديها طعم حلو، وهو اللي بيدي اللمعه للفراخ المشويه. هنزل بقى بالملح والفلفل والتوابل، عباره عن زعتر اخضر وجنزبيل وبابريكا وبهارات وروزميري، انا مقطعاه، ده روزميري اخضر فريش انا مقطعاه. هنزل بقى بالتوابل كلها كده اهي. وهنزل عليهم بمعلقه صغيره من المستردة، بنص معلقه صغيره من المستردة اهي. وهنزل بقى بمعلقه صغيره مليانه من الصويا صوص، دي معلقه مش مليانه، معلقه صغيره اهي. وهنزل بقى بالمعلقه دي مليانه كاتشب، امليها على الاخر كاتشب اهي. هنقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض، هنخلطه كويس جدا جدا مع بعضيه اهو. وهبدأ بقى علشان اتبل بيها الفراخ بتاعتنا. الفراخ دي ممكن تتبليها من بالليل وتحطيها في التلاجة او قبلها بساعتين، وكمان ممكن انك انت تتبليها وتفرزنيها في الفريزر، تطلعيها وقت ما تحتاجيها. كل ما تقعد في التتبيله كل ما هتدي طعم جميل جدا جدا وتستعالي اهو. والاوراق دي كمان انت براحتك ممكن تسيبي الجلد بتاعها، بس انا فضلت ان انا اشيل الجلد منها، انت عايزه تسيبيه براحتك. هنقلبها بقى كويس جدا كده. حاولي بقى تدخلي التتبيله كده من بره ومن جوه من كل حته اهي. وهسيبها بقى في التلاجة مش اقل من ساعتين. هكون انا بقى نقعه العصيان بتاعه الشيش تاووك في ميه، نقعها حوالي نص ساعه كده او ساعه علشان ما تشتش منك وانتي بتحطها في الفرن. كده انا خلصت الفراخ بتاعتي اهي. شايفه انا تبلتها كويس من كل اتجاه ازاي، عايزه كل حته فيها تدخل التتبيله بتاعتها اهي. هجيب بقى معايا هنا حوالي بطاطستين او 3، قطعيهم صوابع، قطعيهم مكعبات، قطعيهم زي ما انتي عايزه اهي، زي ما انت شايفه كده. دي هنفرشهم في الصينيه. حطي خضار بطاطس اللي انت عايزاه حطيه. هبدأ بقى ان انا اسيخ الاوراق بتاعتي اهي. دي العصيان انا نقعها في ميه فتره طويله. حاولي بقى ان انت تلمي الورك كده معاكي في العصايه بتاعت الشيش تاووك اهي، شايفه.
الورك الكبير هنعمله على عصايتين اهو. لمي كده بقى من الناحية اللي فيها اللحم الكتير، دخلي فيه العصاية كده. والورك ده عشان كان كبير انا هعمله عصايتين، على عصايتين اتنين اهو، زي ما انت شايفة كده. شايفة اهي كده كده. احنا هنفردها على الشبكة قبل ما احنا مدخلينها الفرن. نعمل واحدة كده الاخرانية كده معاكي كمان اهي. لميها كده على العصاية اهي، بس كده زي ما انت شايفة كده. هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي، هفرش فيها ورق من الزبدة اهي، وهبدأ انزل بيها فيها بالبطاطس. هحط بقى على البطاطس ملح وفلفل وحبة من الروزميري وحبة من البهارات، وهقلب البطاطس كلها على بعضها. حطي انتي خضار، حطي اللي انتي عايزاه، حطيه تحت الفراخ اهي. هجيب بقى الشبكة اللي على قد الصينية بتاعتي، وهبدأ افرد عليها الاوراق اهي. خلي القلب بتاع الفرخة هو اللي فوق الاول اهي، زي ما انت شايفة كده. افرديها بقى كلها كويس. هنفردهم عكس بعض اهو. هكون انا بقى مولعة الفرن على درجة حرارة 200 يسخن الاول، واول ما اجي احط الفراخ هظبط الحرارة على درجة 180، وهحط على الرف الوسطاني. ما تغطيهاش، ما تحطلهاش ميه، ما فيش اي حاجه، هي هتستوي وتتحمر وتبقى جميله جدا. هدخلها بقى الفرن ونسيبها تستوي، واول ما تاخد لون على الوش الاولاني هبدا اقلب الفرخه على الوش التاني. في حله بقى على النار هنزل بقى معلقتين زيت كبار، وهنزل عليهم بمكعبين زبده. طبعا انا كل فيديوهاتي قلت ان الرز البسمتي ما تعملوهوش بسمنه، الرز البسمتي بيتعمل بزبده. الرز السمنه بتنشفه ومتدوش طعم حلو. هنزل بقى بتوابل بسيطه كده، هنزل بعود قرفه وورقتين 3 من اللورة وخمس فصوص حبهان، وهنزل بمعلقه مليانه من الكاري. الكاري مش الكركم. هقلب بقى التوابل كده في الزبده، واول ما ريحتها تطلع عليكي هبدا انزل بالرز. انا غسلاه اهو. نزيل بقى بالرز كله كده، وهنبدا نشوحه في الزبده. دي طريقة بسيطة جدا جدا للرز البسمتي، بس بتطلع جميلة جدا 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 اهو. الرز البسمتي لما بتقلبيه كده في التوابل والزبدة بيطلع طري وبيطلع مفلفل وجميل جدا، بيشرب من الزبدة ومن التوابل. انزلي بقى بالملح والفلفل بتاعك، ظبطي ملحك وفلفلك. هكون انا بقى معلقة على مية تغلي اهو. احنا اتفقنا ان الرز البسمتي بنحط له مية بتغلي على طول، ما تحطلوش مية ساقعة. الرز المية تكون مغطية الرز بقيمة عقلتين من صبعك، بتطلع الرز مظبوط جدا. يكون المية مغطية الرز، ما تقلبيش الرز كتير. بصي بقى اول ما يشرب المية بتاعته قلبيه تقليبة كده، ووطي عليه النار وهدي النار خالص وسيبيه يستوي مع نفسه. انا كده بقى راح اشوف الرز بتاعي اهو كده استوى. بصي قد ايه الرز مفلفل جميل ازاي، ميته مظبوطة. شايفة؟ تبدريه بالحباية، مفلفل وجميل، والريحة كانت تحفة. كده الرز بتاعي استوى وتمام. هبدأ بقى اسرفس طبقي اهو. انا كده طلعت بقى الفراخ من الفرن. انا عايزه اقولك ان التتبيله دي ممكن تعمليها في فراخ بحالها، يعني لو عايزه تشوي فرخه بحالها تتبليها بنفس التتبيله هتطلع حلوه جدا جدا جدا. شايفه الفراخ بتلمع وجميله ازاي؟ اللي مديها اللمعه الجميله دي العسل الابيض، هو اللي بيدي اللون الرائع ده في الفراخ، سواء اللي مشويه في الفرن او المشويه على الفحم. شايفه لونها جميل، وكانت مستويه وطريه وطعمها جميل جدا جدا. والرز قد ايه مفلفل، وريحته كانت جميله، وطعمه كان اجمل بصراحه. الاتنين كان طعمهم تحفه تحفه. جربي الوصفه بطريقتي، وانا واثقه ان شاء الله انها تعجبك وهتعجب اولادك. ولو عجبتك ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد من مطبخ ديجا. السلام عليكم.